وانت داخل تشطب شقتك ممكن تدفع 200,000 جنيه زياده او اكتر، وانت مش واخد بالك. في مهندسين كتير بيعملوا حركات تخليك تمشي مبسوط وانت متخزوق. الفيديو ده مهم جدا قبل ما تمضي اي عقد مع مكتب تشطيبات او مهندس. انا مصطفى رمضان، صاحب شركه راكي ديزاين للتشطيبات والديكور. عايزك تخليك معايا للنهايه عشان اقول لك على حاجات واسرار محدش بيقول لك عليها قبل كده. تعال اقول لك على اول نصبايا بعض المهندسين بيعملوا فيها ايه، وهي فرق في اسعار الخامات. مثال مثلا متر الرمل او التشوينات او اي بعض الخامات. بعض المهندسين او ايا كان مين اللي بيشطب شقتك بيقول لك انا جايب الحاجه دي ب 450 جنيه، هو ممكن يكون جايبها ب 300 350. فانت ليك كل الحق وكل الاولويه انك انت تطلع على اصل الفواتير ومصدر اللي هو شاريها منه. الفرق ما بين ان هو شاري بيها الحاجه وبان هو مديها لك بيها، هو بيحط الفرق في جيبه. انت كعميل مش عارف السعر الحقيقي، وهو ما عندوش شفافيه ان هو يقول لك كل الكلام ده. وطبعا انت مدي ثقه للمهندس او المكتب اللي انت شغال معاه، فانت لازم تحمي نفسك وتطلب فواتير رسميه. وبعد ما تطلب الفواتير او قبل ما تشتري او قبل ما تدخل في اي بند، من حقك انك انت تسال على السعر في مكان واثنين وثلاثه علشان تتاكد وتعرف الفرق بنفسك ما بين السعر اللي شاري بيه المهندس وما بين السعر اللي انت شاري بيه. هتلاقي فرق جنيهات بسيطه، يبقى من مكان لمكان امره بسيط جدا. تاني نصبايا التوفير في الخامه من غير انت ما تعرف. تعال اقول لك على مثال. انتوا مثلا متفقين على نوع دهان اي، وهو يروح جايب لك توصيف بيه. الفرق مش هيبان معاك من اول شهر ولا اول شهرين، هيبان معاك بعد سنه واتنين. هيبتدي مثلا وليكن نوع الدهان او لون الدهان لونه يبهت معانا شويه، وهتلاقي الدهان معانا بيقشر. ده مثال من جميع البنود اللي احنا بنتكلم عليها. وخلي بالك برضو لانه في حاجات اصلي وحاجات كوبي. وليكن مثلا بند السباكه لازم نجيبه من موزع معتمد وناخد عليه شهاده ضمان من الشركه ذات نفسها. ليه بقى؟ لانك انت وممكن اي حد بيشطب ليك يجيب لك حاجه بديل ويوفر 10%، يوفر 10%، يحط 10% في جيبه وانت تبقى خسرت سنين. لو انت بتشطب حاليا اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتخوفك من مهندس التشطيبات، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكتر عدد من الناس ممكن تتخدع. ثالث نصبايا وهي ان المكتب يسند الشغل بتاعه لمقاول. تعالى اقولها لك بالعربي شويه. بمعنى ايه؟ انت رايح لمكتب تشطيبات، المكتب ده المفروض يكون عنده فريق من المهندسين وفريق من الصناعيه والمقاولين بيشتغلوا معاه. لا، هو ممكن يجيب حد تاني يسند للشغل وياخد يحط الفرق في جيبه. المشاكل اللي بتحصل لما المكتب يسند الشغل لمقاول من الباطن، وهي انه الجوده بتقل، الرقابه بتقل، الاخطاء بتزيد، وانت فاكر ان المهندس اصلا اللي انت متفق معاه هو اللي بيشرف ذات نفسه على الشقه، وهو اصلا ما بيبقاش فاكر عنوان شقتك اصلا. رابع نصابيه معانا ويقول لك ان الشقه دي اخرها معانا شهر، وهو عارف واثق مليون في الميه انه الشقه دي هتاخد معاه 5 6 شهور، بس هو عشان يمضي معاك العقد وياخد فلوس. وبعدين بقى تلاقي ايه؟ بحر من الاعذار اشتغلت معانا. الحرب العالميه الثالثه، اصل العمال بيصيفوا في ذهب، الخامات متاخره، وانت متورط معاه ومش هتعرف تعمل معاه حاجه لانه خلاص بدا في الوحده بتاعتك. ولو انت جبت مهندس تاني هتخاف ان هو يدخل على مهندس تاني علشان التكلفه معاك هتتضاعف. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجات انت ما تعرفهاش، اعمل لنا اشتراك وفعل زر الجرس. وفي الفيديو الجاي اقول لك على ازاي تختار مهندس التشطيبات من اول مقابله، سواء اتقابلته في المكتب او عمل لك معاينه في المكان. لو محتاجين تستفسروا عن اي حاجه هسيب لكم رقم الواتساب تحت في التعليقات.